السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين يا حبايبي؟ وحشوني جدا جدا. هنعمل بقى فطاير سهلة جدا وهنعملها بطريقة يعني خليك كل شوية تعملي الفطاير دي. هنا عندنا نص كيلو دقيق، أنا نخلاه وحطاه في الكيس يعني. تمام. انت علشان خاطر المقادير هتحطي كوبايتين دقيق ومعاهم كوباية إلا ربع مية، وهوريك هتطلعي العجين الفطاير دي ازاي. فطاير سهلة جدا. هنا نص كيلو دقيق معاها رشة ملح، وهنا عندنا كوباية مية هنحطها بالتدريج. نعجنها حلو كده. عشان اي عجينة عايزاها تطلع معاكي كويسة تعمليها بالمية الاول، تعجنيها بالمية الاول، وبعد كده تحطي بقى المادة الدهنية اذا كان سمنة زيت اي حاجة. تمام. هاكها حلو قوي كده خالص كده. لا استنى، هات كده بق ميه صغير. حلو خالص كده. عايزه بقى تعمليه ده بالفطير المشلتت بق صغير خالص. هات. لا ده كده كتير، معلقتين ميه بس كده، نلمهم بس كده في القعر. انتوا شايفين عامله ازاي؟ بصوا عامله ازاي. شوفوا بقى اما نحط الزيت هتبقى عامله ازاي. والعجينه برضو عشان تبقى ناجحه معاكم تبقى عايزه ده ايه اسمها ايه دي، اللهم صل على سيدنا محمد، عجن كويس. اي عجينه عشان تنجح معاكي العجن كده ايه يبقى كويس. حطي بقى بس كده ايه معلقتين زيت. الزيت اللهم صل على سيدنا محمد. في ايدي كل بقى ده هيسيب دلوقتي من ايدي. معلقتين زيت كده بس. بصوا هلم بقى الاشكال دي كلها واوريكي تبقى عجينه عامله ازاي. ثواني وهرجع لك تاني، ما تروحيش في اي حته. وحط دي جيت لكم اهي. بصوا شكلها عامل ازاي بعد ما لميتها. ادعكيها كويس حلوه قوي. دي بقى هسيبها ترتاح كده 10 دقايق. 10 دقايق يعني 10 دقايق على ما اعمل ايه الحشوه بتاعتها. نحطها كده كده في قلب الزيت. تمام. وبعد ما اخليها ترتاح شويه هقول لك هعمل فيها ايه. تمام كده. اهي بصوا العجينه عامله ازاي. دي هتبقى ملبن كده اما ايه اما ارجع واوريها لكم ايه هنعمل فيها ايه. وهتبقى فطاير جديده كده عليك. خليك كل شويه تعملي الفطاير دي. هتبقى ايه دي معتمده عندك. تبقى الفطاير دي معتمده عندي. ماشي. هسيبها 10 دقايق وارجع لك. واديني جيت تاني بعد ما خليها ترتاح. اهم حاجه راحه العجينه، يعني اهم حاجه راحه العجينه. تمام كده. نعملها بقى كده رول 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 كده. بصوا بقت سايبه خالص ازاي. تبقى احلى فطاير. قسموها بقى زي ما انتم عايزين. تمام كده. انا اهو ادي 1 2 حاولي تخليهم قد بعض. 3 4 ادي 6. تمام كده. نقوم عاملينهم بقى كور كده نقوم حاطينها تعمل ايه ترتاح. اهم حاجه ايه راحه العجينه. طول ما العجينه مرتاحه هتديكي نتيجه جميله. هتبقى حشو من بره ولا من جوه؟ لا الحشو من جوه زي الحواوشي يعني. لا ما تستعجلش على رزقك، اصبر. تمام كده. دي 6 فطاير اهيت. احشيها بقى جبنه رومي، احشيها اللهم صل على سيدنا محمد لانشون وبسطرمه ميكس كده اي حاجه. انا هعملها لحمه مفرومه. عندي حته لحمه مفرومه. تمام كده. وادي سيبناها هنا هنعمل فيها ايه ترتاح.
ترتاح. اهم حاجه ايه؟ راحة العجين. راحه العجين. نقوم عاملينها زيت كده. عايزه تشتغلي بيها اشتغلي، عايزه تسيبيها ترتاح هتديكي نتيجه افضل. انا هوريكي واحده. وجينا رجعنا تاني بقى وسيبنا العجينه ترتاح خالص. ماشي. العجينه انا وريتها لكم. لو ما ارتاحتش بتعمل ايه؟ بصوا بقى دي. بصوا ما بتردش خالص ازاي. ممكن نقطه زيت هنا كده عشان تتفرد قوي. حطي هنا كده نقطه زيت هنا كتير مشلتت. بصوا بصوا بتتفرد خالص ازاي. هنجيب بقى زي ما انا ما قلت لكم اي حشوه انتوا عايزين تحشوها. بقى هنا كده عشان ايه ما تطلعش من الجوانب. فطاير جميله جميله وسهله جدا جدا جدا. كده اهي. شوف الشكل بقى عامل ازاي. نعمل كمان واحده وقبل ما احطها في الصينيه هوريها لكم. انا اللي عملتها وما تردتش على طول دي حطيتها في الفرن عشان ما اطولش عليكم الفيديو وتبقى في حاجه ايه معموله. لو اتقطعت ولا حاجه ملكوش اي دعوه عادي خالص. دي بتتلف ومفيش حاجه ايه هتطلع ولا هتبان. تمام كده. نريح من هنا كده الحشوه دي. انا قلت لكم لحمه معصجه عليها زيتون عليها فلفل الوان عليها ايه جبنه رومي. نعمل كده وكده اهي. ندخل الجوانب كده عشان تبقى ليها شكل حلو. تمام كده اهي. فطاير تحفه تحفه تحفه. هكمل كل الكميه وارجع لكم نشوف هنعمل ايه تاني. ما تنسوش بقى تحطوا لايك واشتراك على ما ارجع لكم. وشكلها هي لسه ما طلعتش بس شكلها تتاكل ني. دي الفطاير بعد ما تطلع من الفرن هوريكي شكلها عامل ازاي. تحفه 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 وسهله جدا وعجيله بشويه ميه وحبه دي عملنا شويه فطاير. حطي لايك بقى عشان الفيديو العسل ده. دي الفطاير طلعت. بصوا الشكل والروعه. بصوا افتحها بقى كده. بسم الله. احلى فطاير دي ولا ايه؟ بسم الله. والله تنفع لانش بوكس اي حاجه. تبقى ايه روعه الروعه. وبشويه ميه. بصوا عامله ازاي. بصوا مستويه ازاي من جوه. فظيعه جميله جميله جميله. جربوها ومش هتندموا. احلى فطاير وشويه ميه وحبه دقيق واي حشوه عندك. وخلصت من لانش بوكس من عشاء خفيف من اي اكله كده سريعه. عايزاكي تجربي الوصفه دي وتقولي في الكومنتات جربتيها وطلعت معاكي عامله ازاي. سلام.